قبل مشاهدة هذا الفيديو نتمنى من أي واحد مش مشترك في القناة يشرفنا باشتراكه في القناة ويدعمنا ويتعرف على الأسماء اللي برزوا اللي حاليا اللي راح يتعرف عليهم، وما زالوا ناس واحد أخرين راح يبانوا في الأيام القادمة، وإحنا نقولوا حظ موفق للمنتخب الوطني. يستعد الناخب الوطني الجزائري الجديد فلاديمير بيتكوفيتش للكشف عن قائمته المعنية بتربص شهر مارس الجارية. الخضر والذين سيكونون معنيين بالدورة الدولية التي ستحتضنها الجزائر، وهذا بمشاركة 4 منتخبات. جنوب إفريقيا، إندورا، بوليفيا ستكون حاضرة في الجزائر من أجل المشاركة في الدورة التي ستكون بمثابة اختبار حقيقي للمدرب الجديد. قائمة الخضر والتي ستشهد استدعاء بعض الوجوه المتألقة مع أنديتها يتقدمهم لاعب نيويورك سيتي الأمريكي منصف بقرار المتألق مع النادي الأمريكي، والذي استطاع أن يحجز لنفسه مكانا مع فريقه وأصبح يسجل الأهداف ويساهم حتى في انتصارات ناديه. بيتكوفيتش والذي لاحظ بوجود مشكل على مستوى الخط الأمامي للخضر ما جعله يوجه الدعوة للاعب الأسبق لنادي وفاق الصيف. قندوسي لاعب كليوباترا المصري، وهو الآخر الذي تلقى استدعاء لحضور التربص، وهذا من أجل إعطائه الفرصة بعد تألقه اللافت في الدوري المصري. إذن هي بداية جديدة لحقبة وجيل جديد ستكون على عاتقه مسؤولية كبيرة.